توقيفية المذهب، توقيفية المدرسة المذهبية ليست طأفنة، ليست استباحة للدماء. الطائفية المذمومة عقلا والمذمومة بشريا تلك التي ترفع شعار استباحة الدماء واستباحة الأموال والأعراض. هذا معنى الطائفية، لا الدعوة إلى مسار صحيح، هذه طائفية. لا الدعوة إلى المسار الصحيح، هذا ضيق وتوقيفية وحبوسية. لا، الدعوة إلى المسار الصحيح الذي لا يشرع سفك الدماء. متى مدرسة أهل البيت شرعت سفك الدماء؟ متى المدرسة الاثنى عشرية في طول تاريخها سفكت دماء من الدماء؟ لماذا الشعار الأعظم عند أئمة أهل البيت المظلومية؟ يعني يدهم سلمية، مسارهم سلمي، هذا معناه. لماذا أنتم تصرون على مظلومية؟ مظلومية يعني لا تكون ظالم. في وصية رسول الله لأمير المؤمنين مو قال له يا علي إياك أن ترد علي الحوض ظالما؟ وصية رسول الله لأمير المؤمنين مو معناته ضعيفا، غير. فرقوا بين الضعف وبين كثير يفكر معنى شعار المظلومية يعني الضعف. لا 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 لا، هذا خطأ، هذا تعريف وتفسير خاطئ للمظلومية. أبدا، القرآن يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن فلسفة القوة ليست توحش، فلسفة القوة ليست سفك الدماء. فلسفة القوة في القرآن وفي مدرسة أهل البيت ردع المعتدي فقط، بس هاي فلسفته، ردع فقط. دققوا، ليس خلط في المفاهيم، ليس الدعوة إلى الرؤية الصحيحة طأفنة وطائفية، بالعكس إرشاد وبصيرة ومناصحة للبشرية. أنت إذا تدعو البشرية إلى مسير ليس فيه سفك الدماء، هاي طائفية؟ لا أبدا. في مدرسة أهل البيت لا في كتب الفقه موجود مال فقهاء الإمامية الاثنى عشرية، بتعبير كاتب مصري أخير حتى منصف وذو وزن، قال حتى المتطرفين في هذا اليوم من الشيعة، مع أنهم متطرفين، لا يدعون لاستباحة الدماء. مو كرامة لهؤلاء المتطرفين، لا، مدرسة أهل البيت ما تسمح لأحد أن يستبيح دماء الآخرين، لأن فعلهم هذا صحيح. إذن الدعوة إلى الرؤية الصحيحة يا أخوان نصيحة للبشر، صدق ومناصحة للبشر، لا طائفنة وطائفية. نعم أنت تدعو إلى استباحة الدماء، استباحة الأعراض، هذه طائفية، هذه الطائفية المذمومة التي يدينها عقل البشر ويدينها الديانات الأخرى. إذا نرفع نعم شعار المحبة، بس محبة تحت ظل أي خيمة، نكرر ما دمر البشر في الحروب طيلة تاريخ البشر. ما الذي صنعنا هذا؟ نعم نبذ ثقافة الكراهية والعدوان، لكن أي كراهية والعداء إلى ظل أي محبة، كما تقول لبوة النبوة وجعل الله مودتنا ماذا؟ أمانا. أمان، تريدون أمان؟ مدينة الأمان تدعوك فاطمة سلام الله عليها لبوة النبوة إلى مودتهم. هذا مو طائفية، هذه هي حقيقة مناصحة البشر وليست طائفية. لما؟ لأن أصلا احنا لسنا في مدرسة أهل البيت هنا المحبة بلا كراهية بهالمعنى، إنما كراهية للمعتدي، لمن يعتدي فقط، عدوان للمعتدي لذوي الغي فقط.